العلم في الإسلام يسبق العمل، فلا عمل إلا بالعلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قناة طيبة لتعليم علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وذلك بالدراسة عن بعد باللغة الكورية. قناة طيبة هي قناة تطوعية غير ربحية تسعى لتعليم علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية للطلاب الكوريين المحرومين عن تعلم دينهم لأسباب مختلفة، وذلك عبر وسائل التواصل الحديثة مثل تيليجرام، يوتيوب، واتساب. ماذا وكيف يدرس الطلاب في قناة طيبة؟ تكون الدراسة في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة اللغة العربية وعلومها، وفيها 4 مستويات، ومدة الدراسة 2 سنين. يدرس فيها اللغة العربية، علم الصرف، علم النحو، وعلم البلاغة. المرحلة الثانية مدخل العلوم الإسلامية، وفيه 4 مستويات، ومدة الدراسة 2 سنين. يدرس فيه علم العقيدة، مدخل علم الفقه، أصول الفقه، قواعد الفقه، وفقه الحنفي المختصر. الآن يمكنك أن تتعلم اللغة العربية والإسلامية وأنت في بيتك.